مساء الخير عليكم إخواني أخواتي الجزائريين الغيورين على وطنهم داخل الجزائر وخارجها. معكم دائما ليونيسان اللبة. اليوم رانا 14 ديسمبر 2022. تقريبا وانا نسجل في الفيديو الآن راهي 25 دقيقة مساء. من يومين شفت واحد الفيديو كما شافوه كامل الجزائريين، وهذا الفيديو انتشر على نطاق واسع وتفاعلوا معاه الكثير من الجزائريين ومن الدولة العدوى المجاورة، الدولة العدوى الاستراتيجية للجزائر. عفوا، في هذا الفيديو كانوا زوج من أفراد الخدمة الوطنية اللي جوزوا في العام ديالهم، كانوا يقولوا مبروك للمراركة تأهلهم للدور النصف نهائي لكأس العالم في قطر، والمباراة اللي ربحوا فيها البرتغال. وكالعادة الزيطوط وين ما يلقى يعني أي ثغرة أي خطأ مفتعل على مستوى وزارة الدفاع يدير حالة وكأنه عنده يوم، يعني عنده عيد. وهذا الشيء اللي نبهت وحذرت منه في الفيديو ديالي السابق. الناس كامل تعرف باللي هادو الشباب يتم استدعائهم باش يجوزوا الخدمة العسكرية الوطنية ديالهم اللي يخدموها عام بعد ما كانت عامين، وهذه المدة إجبارية لكل حامل للجنسية الجزائرية، سواء كان داخل الجزائر أو مغترب ولا عايش حتى برا. وبحكم أنهم شباب جايين لدنيتهم وما عندهمش الخبرة والريح اللي يجي يديهم، وهما مدايرين في بالهم باللي الخدمة العسكرية مزية. لا لا يا ولادي لا 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 وليدي، لا لا ينقلنوش، لا لا يا البابونة ديالي، هادي ماشي مزية منك، راكم غالطين. الخدمة العسكرية تعلمك الرجولة والانضباط واحترام الآخرين، وتعلمك الروح والقيم الوطنية والحياة الجماعية، وتعلمك فنون القتال، وتعلمك كيفية استعمال السلاح، وتعلمك التحمل في الظروف الصعبة، وتعلمك حب الوطن، وتعلمك دافع على نفسك وأهلك ووطنك. كل هادو الأشياء ما تلقاوهمش في الحياة المدنية اللي كاين فيها ذكور سراو لهم طايحة ما يقدروش حتى يدافعوا على رواحهم، وما عندهم لا غيرة لا على أهلهم ولا غير على وطنهم. بالمختصر المفيد، اللي يجوز الخدمة العسكرية ديالو يدخل راجل يخرج السبع، وهذه يهدروها جميع اللي يجوزوا العسكر ديالهم. المهم أنا الشيء اللي حذرت منه باللي استعمال الهاتف النقال الذكي ممنوع في التكنات العسكرية. كلامي طلع صحيح، واللي يحب يتأكد يرجع للفيديو ديالي الأخير يفهم كل شيء. الزيطوط بعد ما طبع الشباب العسكريين على رأسهم
راهو يقول باللي راح يحاكموهم عسكريا ويدخلوهم للحبس. هذا الشيء كامل مخططين ليه بعد ما بداو الرخاص والخونة يقولوا احنا نشجعوا المراركة خاوتهم، ويقولوا باللي هما يعني راهم معهم طاوة ويقولوا باللي احنا ما دخلناش في السياسة. المهم الناس اللي تتبنى هذه التصريحات والمنشورات انا عندي راهم ارهابيين وما يحبوش الجزائر، كيفهم كيف حركة رشاد والماك. ولا حبيتوا نفكركم واش دارونا كما خسرنا في نهائيات كأس إفريقيا بالكاميرون، ولا نزيدكم من الشعر بيت ولا راكم تشفاو من بعد ما لعبنا ضد بوركينا فاسو في المركز وإحنا غير الخسارة ورختها. المهم روحوا شوفوا جماعة رشاد والماك بعد ما ربحت الدولة العدوى المجاورة، كامل كتبوا في جميع مواقع التواصل الاجتماعي وطايحين يباركوا ويهلهلوا بالفوز، وكأنه يعني هذيك الدولة العدوى المجاورة هي أمهم اللي جابتهم. على بالكم كنت نشوف فيهم هكذايا لو كان غير جو منها على بالك وبعدونا، راهم كل العاهرات من حجر لحجر، اللي يخلص مليح هو الحبيب. نصيحة للعسكريين بالدرجة الأولى وللجزائريين بالدرجة الثانية، ما يغروكمش بالشعارات الكاذبة نتاع حنا طاوة، لا كون جاو كيما راهم يقولوا باللي الشعب خاطيه، راهم وقفوا يعني راهم وقفوا المملكة ديالهم ونحاوها، بصح راهم يدافعوا على محسيس وبلادهم، وعندهم ميم سيس هذاك خط احمر. وحنا المبردعين ديالنا في ماتش نتاع يعني تاع بالو بنت لهم القومية العربية. شوف يا سيدي في ماتش تاع بالون بنت لكم القومية العربية، ومن قبل وين كانت القومية العربية؟ كيما كنا في الأزمة تاع التسعينات يا أخي، كامل البلدان اللي مجاوريننا غلقوا حدودهم معانا، وأولهم الدولة العدوى الاستراتيجية. ولا هادو البلدان كانوا من بلدان يعني بلدان أجانب ودركا ولاو عرب لكن انتو ما تنساو أنا اللبة عمرها ما تنسى، خصوصا اللي يهاجموا بلادي، وأنا بلادي اللي يعاديها واللي يهدر فيها نعاديه ونطيح له الكلام ونقضي عليه في كل المجالات، والحديد قياس قص قرمط. تحيا الجزائر، يحيا الجيش الوطني الشعبي بكل أسلاكه ومصالحه، سليل جيش التحرير، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار.